ستنظم جمعية الشرق للتنمية والتواصل بركان بدعم من المديرية الجهوية لوزارة التواصل والثقافة والشباب جهة الشرق قطاع الثقافة، وبتنسيق مع مجموعة البحث في القصة بالمغرب التابعة لكلية بن مسيك الدار البيضاء مهرجان أبركان للسرد في دورته التاسعة تحت شعار منابع السرد القصصي في المغرب، وذلك من 15 إلى 17 ماي 2026. وسيفتتح المهرجان يوم الجمعة 15 ماي بدار الثقافة بركان ابتداء من الساعة 6 مساء بالكلمات الرسمية وبتكريم القاصي المغربي الكبير الأستاذ أحمد بوزفور. وستعرف الجلسة تقديم لوحة مسرحية تحمل عنوان الغابر الظاهر، مستوحاة من أعماله وشخصياته القصصية للفنان محمد السالمي، مع مصاحبة وتنشيط موسيقي للفنان أحمد الطاهر. كما ستقدم شهادات في حق المحتفى به يقدمها عدد من الأدباء والأساتذة. وفي تمام الساعة 8:30 مساء تنطلق جلسة القراءة القصصية الأولى، ثم تختتم الأمسية بسهرة فنية تراثية تقصيرة زناسنية من تقديم الفنانين عصام فلاوي ويونس مرقوم ومحمد السنوسي. وستتواصل يوم السبت 16 ماي أشغال المهرجان صباحا على الساعة 10:30 ومساء على الساعة 6 بجلستين للقراءة القصصية بمشاركة قصاصين مغاربة من مشارب فنية وأجيال مختلفة، وجلستين نقديتين يشارك فيها النقاد محمد يحيى قاسمي، نعيمة غرافي، عبد العاطي الزياني، فريد أمعاتشو، أحمد بوزفور، قاسم مرقطة، سعيد بن عبد الواحد، مصطفى جباري، وحسن المود، قبل أن يختتم اليوم بثمر فني أدبي بفضاء الشرق. وفي صبيحة اليوم الثالث ستنظم للمشاركين خرجة استكشافية للموقع الأثري مغارة الحمام وقراءات إبداعية حرة، ويختتم المهرجان. وسيعرف مهرجان أبركان للسرد هذه السنة افتتاح معرضين للصور، الأول يحمل عنوان أحمد بوزفور 81 عاما من الحياة في القصة، والثاني مهرجان أبركان للسرد ذاكرة وحضور، وكذلك معرض للكتب. كما سيعرف المهرجان أيضا إقامة عدد من الورشات يستفيد منها تلاميذ المؤسسات التعليمية.